إذن عملية وضع الطبقة الأخيرة من الإسفلت في شارع المسيرة خضراء وصلت إلى أمام دار الشباب. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينة وعود بكم في الفيديو. إذن نحن الآن في شارع المسيرة الخضراء، جينا ندير واحد الإطلالة على جديد الأشغال في هذا الشارع المهم. واحد الملاحظة هنايا مزيان ملي دارو أماكن لوضع حاوية الأزبال. للأسف في مناطق أخرى في الشارع لم يتم التفكير في هذا. إذن هذا هو المكان المسمى بالطيرون، أمام مقهى الطيرون الذي أصبح معروفا به. تمت وضع هذه الأرصفة الصغيرة. هنا للأسف كان واحد جوج نخلات بلديات كبار عاطي المنظر. صراحة لا أعرف لماذا تم اقتلاعها. صراحة كان من الأفضل أنهم يحافظوا عليها لأنها كانت كبيرة والشجرة خصها بزاف الوقت باش توصل لهذاك المستوى ديال النمو. هنا على اليسار كما كتشوفوا كان للأسف واحد تصادم مع الشاحنة لجمع الأزبال مع سيارة خفيفة. هاد الشي اللي هدرت عليه في التدوينات السابقة، مثلا هنا في هاد المكان هذا كاين غير البصلان ماشي الزفت، ومن غادي يدار فوقو الزفت يعني غادي تكون الجودة ديالو ضعيفة على ما أعتقد. يعني ما محتاجينش أننا نكونوا خبراء في هاد المجال باش نفهموا بأن الأمر غير سليم، لأن تجي الإسمنت دير فوقو الإسفلت غادي يبان مزيان ولكن غادي تكون مدة الصلاحية ديالو قليلة. شكرا على مشاهدة الفيديو المطول على قناة اليوتيوب كنيطة سيتي. ما تنسوا ديما تدعمونا وتتابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب انستغرام وفيسبوك. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.